ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة وراحة بال وطمأنينة، اللهم امين يا رب العالمين. واهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض طريقة هريسة الشطة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة عندنا في كل بيت. فيلا بينا نشوف المكونات وطريقة التحضير اجمعين. المكونات بتاعتي معايا 2 معلقه كبيره صلصه عشان يدي لون احمر للهريسه بتاعتي، تلت كوبايه زيت، نص معلقه كبيره ملح ناعم، معلقه صغيره سكر، طبعا الملح والسكر والزيت ماده حافظه للهريسه، نص كيلو فلفل مضروب في الكبه، وعليهم 4 فصوص ثوم وسط. طبعا انا ضاربه الفلفل بتاعي بالبذور بتاعته لان البذور بتاعتي ريحه وطعم اقوى للهريسه بتاعتي. وبعد كده نزلت بتلت كوبايه الزيت في الحله، وهسيب الزيت يسخن، وبعد ما الزيت سخن نزلت عليهم بمعلقتين الصلصه يتشوحوا وياخدوا كده صدمه على النار. وكده هفضل اقلب كده في الصلصه لحد ما الزيت خلاص يتشرب من الصلصه ويبقى لونه احمر تمام كده. بعد كده هنزل عليهم بنص كيلو الفلفل المضروب وعليهم 4 فصوص الثوم يتشوحوا وياخدوا كده صدمه على النار، ويجي لحد ما الفلفل يتشرب من الصلصه وياخد اللون الاحمر. هنزل عليهم بالملح والسكر، وهقلب كده قرون الفلفل والصلصه والملح والسكر لحد ما يدوبوا جوه بعض ويتشربوا من بعض. وبعد كده حبايب قلبي هغطي الحله بتاعتي تمام، وهوطي عليها النار واخليها على نار هاديه لمده 5 دقايق لحد ما تغلي. خلاص بعد ما الهريسه بتاعتي غليت هفضل كده اقلب فيها شويه لمده دقيقتين، وهعلي عليها النار سنه صغيره خالص لحد ما ميه الهريسه بتاعتي تنشف معايا. وده كده شكل الهريسه بتاعتي بعد ما الميه بتاعتها نشفت اهو تمام كده. قفلت عليها النار خلاص بقنت، وهبدا اعبيها. طبعا انا هعبيها في علبه تلاجة عندي، اي برطمان اي علبه متوفره عندك عبي فيها، مفيش اي مشكله خالص، الا المتوفر عندي عبيت فيه. هفضل اعبي كده. اهم حاجه وانتي بتعبي الهريسه بتاعتك الحله بتاعتك بتكون سخنه، فكوني ماسكاها بحاجه تكون كويسه متحكمه فيها. وتاني حاجه كمان وانتي بتنزلي الهريسه بتاعتك خلي بالك من ايدك ان الهريسه ما تلمسش ايدك علشان الحراره بتاعتها ما تاذيكيش. بعد كده هنزل على الهريسه بتاعتي بعد ما عبيتها بمعلقتين كبار زيت، زي ما قلت لكم ان الزيت ماده حافظه طبعا للهريسه. وده كده شكل الهريسه بتاعتي. الطريقه كانت سهله وبسيطه خالص، كل واحد ليه طريقه، بس الطريقه اللي انت ترتاحي معاها جربيها. اتمنى يا رب لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوا اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.